بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفانوس ده. هنبدأ بأمر الله من الغرزة السداسية دي، هنعمل 6 ونربطهم، نعمل 9 وردات نقفلهم في الوردة ال10. الدور اللي بعديه 5 على 2، يعني هحط 3 خرزات على 2 من تحت. اللي بعديه 5 على 1، يعني هحط 4 خرزات على 1 من تحت. واللي بعديه 7 على 2، 7 خرزات، يعني هحط 5 خرزات ومعايا 2 من تحت. اللي بعديه هنعمل مرة 5 على 1 ومرة 5 على 2 بنفس النظام، 5 على 1 و5 على 2. الواحد ده اللي هو هيكون البوز اللي طالع من الغرزة السباعية بتاعتنا، والاتنين اللي هو هيكون الفاصل ما بين الوردة والوردة، هو دول الخرزتين اللي هنشتغل عليهم. الدور اللي بعديه 8 على 3، يعني معايا 3 من تحت وهحط عليهم 5 خرزات من فوق. اللي بعديه مرة 4 على 1 ومرة 5 على 2. 4 على 1 دي برضو زي ما اشتغلناها في البوز تحت اللي هو بتاع السباعي، برضو الدور الثماني معانا هيطلع لنا بوز هنشتغل عليه رباعي، واللي ما بين الوردة والوردة هنشتغل عليه خماسي. اللي بعديه سداسي على 2، اللي بعديه خماسي على 2، واللي بعديه رباعي على 1، بعد كده خماسي على 1. بعد كده بقى في هنا الصف ده هو اللي محتاج مننا شوية تركيز. احنا دايما كنا متعودين لما بنيجي نشتغل بناخد اللي ما بين الوردة والوردة اللي هي بتبقى عاملة معانا حرف السبعة، رقم 7 أو حرف الفي. لا، احنا المرة دي هنشتغل على الخرزتين بتوع الوردة نفسها، يعني مش هناخد يعني كل وردة مختصة بنفسها، مش هاخد من واحدة وواحدة كده. هي بصوا معايا هنا اهي طالعة، ادي الخمس وردات، الخمس خرزات معايا اهي. تمام، هشتغل على الاتنين اللي فوقيها على طول، مش ما بين وما بين. هشتغل عليها 5 على 2، يعني هاخد 3 خرزات على 2 عشان تجيب معايا الحرف ده. ما تبقاش طالعة بومبي، لا انا عايزاها تكسر معايا الكسرة دي، وده الفانوس اللي هو الصح. بعد كده هنشتغل 4 على 1 دورين 2. تمام، ادي 1 2 دورين 2، 4 على 1. بعد كده هنكررها تاني 5 على 1 5 على 2 بنفس الحركة اللي احنا عملناها تحت. بعد كده هنعمل دور رباعي على 1 دورين 2، بعد كده 5 على 2 ونقفل ونعمل الحلقة. هنيجي للإيدين. طبعا احنا عملنا هنا في الدور الأولاني 4 على 1 مرتين 2، هنيجي في أول رباعية منهم هتبقى بالنص بالظبط في الفانوس، هنشتغل عليها رباعي ملفوف، يعني هناخد 4 خرزات هنشتغل عليها رباعية ونطلع بيهم صفين 2 وننزل بالطول لحد ما يجيب طول البطن طبعا اللي هي في النص اللي هي الكرة اللي عندنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 دي هتطلع مظبوطة معانا ان شاء الله، سواء كان الخرز كبير او صغير، لان طالما الفانوس كله حجم خرزية واحدة. تمام، هنيجي من الرباعية اخر واحدة اللي هي في ال10 ونشتغل من جوه برضو على ال4 اللي من جوه رباعي ملفوف، وهشتغلهم صفين 2. في الصف الثالث ده هنبدأ في 3 صفوف، 1 2 3. في الصف الرابع هنبدأ نشبكها في الدور اللي هو أول دور معايا خماسي على 2. هنحط خرزاية، هي هتاخد معايا 2 يعني ايه ال3 جناب دول مع بعض. الجنب الرابع اللي هو من جوه ده مش مشكلة، هي كده هتبقى خلاص مسكت طبعا. ونفس الحكاية في الدراع التاني. وإن شاء الله إن شاء الله يكون سهل عليكم ومش محتاج أي حاجة، وتمنياتي منكم بالدعاء. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنبدأ معانا. طبعا الفانوس ده أساسي فيه اللون الأبيض، الجسم بتاعه بقى مش مشكلة، انت ممكن تختاري أي لون تاني للجسم. 2 3 4 5 6. هناخد 6 خرزات كده ماشي، ونربطهم مع بعض. طبعا نجمد الخيط بتاعنا واحنا بنربط
انا بشتغل بفتله واحده، اللي حابه تشتغلوا بفتلتين حاجه براحتها، بترجع لها هي. واقص الزياده. تمام. هعدي الفتله بتاعتي من اول خرزايه. احنا قلنا هنشتغل ايه؟ الصف كله سداسي. كام واحده؟ هنعمل زي دي 9 وحدات. طبعا كده انا معايا واحده، يبقى هاخد عليها 5، 3، 4، 5. ماشي. احنا دايما بنمشي عكس اتجاه الخيط. الخيط طالع معايا من اليمين يبقى هحطه من الشمال، طالع معايا من الشمال يبقى هدخلها من اليمين، واعدي من الخرزايه واحده. تمام. واجي جنب الفتله، الفتله اهي طالعه معايا بالجنب، هطلع بالخيط لفوق، هاخد 3 خرزات. لان لو خدت 2 بس واشتغلت الورديه التالتة الخيط هيبقى باين من الجناب، فاحنا مش عايزين طبعا الخيط باين. لحد ما اعدي من الخيط من الخرزايه اللي في النص، وهكرر نفس الحكايه لمده 9 وردات. كده انا معايا ال9 وردات بتوعي. هاجي اضمهم الاتنين مع بعض، واخد خرزتين، واعدي قصادها بالظبط. يعني انا هجيب الاتنين كده هم معايا هم قدام بعض، واخد اللي قدامها بالظبط، واقفل الدور، واخد خرزتين كمان، واعدي من الناحيه التانيه. خرزتين ليه؟ لان انا معايا واحده من الطرف ده وواحده من الطرف ده. بالطريقه دي هتبقى قفلت معايا الدايره دي. طبعا نشد ايدينا كويس واحنا بنشتغل. طبعا ممكن اعمل الدور اللي هو الكورنيش من تحت من دلوقتي، وممكن اعمله في الاخر. الدور اللي هو الكورنيش ده هيبقى 7/2، فمش فارقه يعني، ممكن اعمله دلوقتي وممكن اعمله في الاخر. كده زي ما احنا قلنا، ادي الفانوس اهو. كده انا عملت الصف اللي هو السداسي ده. احنا قلنا الصف اللي بعديه ايه؟ خماسي على 2. قلنا هناخد اول حاجه 3 خرزات. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 خرزات على خرزتين من تحت. ادي همت. احنا بناخد انهي خرزتين بقى؟ انا معايا ادي الورده وادي الورده. تمام. باخد الخرزتين اللي ما بين الوردتين عشان اضمهم مع بعض كده. كده انا خدت 2، هاخد الاتنين اللي بعدهم كمان عشان اجهزهم للوردة الجديدة بالشكل ده كده اهي. هفضل اكرر الحكاية دي لحد اخر واحدة. طبعا كده انا الاول حطيت 3 خرزات بس عشان معايا 2 من تحت، انما دلوقتي هحط خرزتين 2 عشان انا معايا 2 من تحت ومعايا واحدة من الورقة اللي انا لسه عاملاها دلوقتي، يبقى هحط خرزتين 2 بس. وهفضل اكمل كده لحد ما اوصل لاخر واحدة. هلاقي اخر واحدة بتطلب معايا خرزاية واحدة بس. طبعا نشد ايدينا كويس واحنا بنشتغل عشان ده فانوس ويبقى محمل مع نفسه وناشف. طبعا انا عارفة ان في مننا بسم الله ما شاء الله شاطرين، ممكن من خلال العدد بس يقدروا ان هم يعملوا الفانوس. وعارفة طبعا ان في معانا مبتدئين محتاجين شوية تركيز. تمام. هفضل ماشية كده لحد اخر واحدة.
طبعا انا حابه اعمل معاكم اول صف ده كده كامل عشان نبقوا شايفينه كلنا مع بعض. كده انا وصلت لاخر واحده. كده دي معايا اخر واحده. احنا شايفينها هي ادي 1 2 3 4 واحنا عايزينها خماسي، يبقى هي محتاجه خرزايه واحده. هو الموضوع كله زي عمليه حسابيه، معايا كام وناقص كام عشان اكمل العدد اللي انا عايزاه. احنا قلنا الدور اللي بعده كام، ونعدي الخيط. هتبقى معايا بالطريقه دي كده. كده انا عملت الصف التاني. الصف اللي بعديه 5 على 1. 5 على 1 دي يعني انا هاخد خرزايه واحده بس من تحت وهحط عليها 4 خرزات بس. من اول الدور اللي هو ال5 على 1 ده هنبدأ نشتغل باللون التاني اللي هو لون الدوران بتاعنا. 1 2 3 4 بالطريقة دي، ونكمل برضو بقية الصف بتاعنا. طبعا انا معايا خرزاية من تحت وخرزاية من الجنب، يبقى انا محتاجة 3 خرزات. في طريقة طبعا انا بشتغل بيها، الناس اللي هم بيبقوا شغالين معايا اللي بيبقوا ايديهم طرية هم طبعا هيبقوا فاهمين معنى كلامي. في طريقة بشتغل فيها بيها اسمها لطش، هي عاملة زي كأنك بتشتغلي بفتلتين بس بفتلة واحدة. دي بتشد معاكي الشغل، بتسحب الفتلة اللي تحت فبتخلي الشغل ناشف، يعني حتى لو ايدك انت طرية هي بتشد الشغل. كده احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة. تمام. طبعا انت ممكن تكبريه عن كده، بس تخلي بالك تكبريه تصغريه لازم يكون عدد اول دوران زوجي، لانه لو بقى فردي هيلخبط معاكي في الادوار وهيلخبط معاكي في العدد. لان لما بيبقى فيه صف معانا في صف خماسي وواحده رباعي وواحده خماسي وواحده سداسي وواحده خماسي كده مش هتيجي مظبوطه. هتبص تلاقي واحده منهم يتقابلوا مع بعض 2 جنب بعض. كده وصلنا لاخر واحده. كده احنا معانا خرزايه تحت و2 في الجناب، يبقى هي محتاجه قد ايه معانا؟ خرزتين 2 بس عشان تقفل معانا الخماسي. تمام. واطلع فوق. طبعا لازم الخيط معايا يكون طالع من نص الغرزتين ما بين الغرزه دي والغرزه دي بالطريقه دي.
كده بقى انا عملت الصف اللي هو الخماسي. السلام عليكم. كده احنا خلصنا الصف اللي هو الخماسي على واحد. طبعا احنا عايزين كده نطلع الدور اللي بعديه. هنعمل احنا قلنا كام؟ سباعي على اتنين، يعني هحط 5 خرزات على اتنين من تحت. طبعا ده احنا لسه في اللون الابيض، تاني صف في اللون الابيض. ادي 5 خرزات. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 4 5، وناخدهم على اتنين من تحت بالطريقة دي، ونكمل بقية الصف بتاعنا عادي. طبعا احنا كده معانا 3 خرزات، هنحط عليهم 4. زي ما قلنا في الأول نعيد مع بعض. أول صف 6 وربطناهم، عملنا 9 وردات سداسية، ربطنا أو قفلنا الدور في الوردة ال10. طلعنا الصف اللي بعديه خماسي على اتنين باللون اللي هو لون الجسم اللي احنا هنختاره طبعا ونعمله بيه. بعد كده عملنا 5 على واحد، ده كده ده بداية اللون الأبيض معانا. وقلنا اللون الأبيض ده أساسي لأنه بيديله شكل يعني أحسن، وطبعا دي حاجة ترجع لك انت وحاجة براحتك انت، ما تقيديش نفسك ولا بمقاس أنا بشتغل بيه ولا بلون أنا بشتغل بيه. كده زي ما احنا شايفين هتبدأ ان هي توسع معانا. ان شاء الله ان شاء الله لو في اي استفسار طبعا احنا موجودين مع بعض على الجروب وبنتواصل مع بعض من خلاله. طبعا كده انا وصلت لاخر واحدة. اخر واحدة هي ادي معايا، ادي 1 2 3 ادي 4، يبقى هاخد كام واحدة؟ 3 خرزات. 1 2 3، واطلع للدور اللي بعديه كده بالطريقة دي. اتمنى انها تكون واضحة. احنا قلنا الدور اللي بعديه هنعمل ايه؟ ادي احنا كده خلصنا الدور ده، هنشتغل الدور اللي بعده. قلنا مرة خماسي على واحد ومرة خماسي على اتنين. الواحد ده بقى انهي واحد؟ طبعا احنا شايفين السباعي اهي طالعة قدامنا في خرزية واقفة فوق اهي في كل غرزة، هي دي البوز او انا بسميها البوز. عشان لو اتصادفت معانا في شغل في اي حاجة، البوز دي معناها اللي هي الخرزية اللي بتبقى واقفة كده لوحدها، يعني في 2 مشتركين مع بعض في واحدة كده مع نفسها، يبقى هي دي خرزاية خماسي مرة على البوز ومرة على الاتنين اللي هما ما بين الوردة والوردة. طبعا انا كده ايه، الفتلة خلصت معايا. ماشي، هربطها وهحط فتلة جديدة.
تمام. قلنا الدور ده ايه؟ مرة 5/1 ومرة 5/2. أتمنى يكون الشرح بسيط ووصل لحضراتكم. برضو احنا لسه في اللون الأبيض. هاخد أول مرة 3. لو أنا الفتلة بتاعتي طالعة هشتغل على الاتنين، يبقى هاخد أول مرة 3 عشان معايا 2 من تحت تبقى خماسي. كده قابلني البوص برضو هاخد 3 لاني انا معايا 2، واحدة من الورقة اللي انا اشتغلتها دلوقتي وواحدة اللي هي الاساسية تحت. انما لو بدأت البداية بتاعتي كانت من البوص يبقى احط اول حاجة 4 خرزات بالشكل ده، وكمل بقية الصف بتاعي. هلاقي نفسي مرة بحط خرزتين اللي هي ما بين الوردة والوردة، او ما بين الغرزة والغرزة، ولما بوصل عند البوص بحط 3 خرزات، يبقى مرة 2 ومرة 3. المهم يديني المجموع بتاعي 5/1 مرة و5/2 مرة. كده بالطريقة دي. طبعا كده زي ما احنا شايفين لسه البطن بتاعتي عمالة تكبر معايا في الشغل، لسه ما بدأتش ان انا ألمها واطلع بيها لفوق. لا إله إلا الله.
انا عارفه ان انا مطوله عليكم، بس انا بحاول اشتغله معاكم واحده واحده. كل طبعا كبرنا الخرزايه، يعني لو هو كده الخرزايه الصغيره دي لو اخد ربع كيلو طبعا هو هياخد اكتر، يبقى كل ما كبر دي خرزايه 8 مط مدوره، وطبعا هو يستحب اكتر حاجه ان يتعمل بالخرزايه المدوره. كل ما نكبر حجم الخرزايه كل ما هيكتر في الميزان بتاعه. تمام كده انا وصلت لاخر واحده في الصف. انا معايا كده 3 خرزات، عشان انا لما بدات كنت بدات بالاتنين اللي في الجناب، اتفضل معايا اللي هي البوس. طبعا معايا كده ادي 1 2 3، تبقى محتاجه خرزتين بس حسب مكان ما انا بدات. كده هنلاقي الدور بتاعنا رسم نفسه معانا بالطريقه دي. في 3 خرزات عاملين مع نفسهم شكل دوران، 3 خرزات كده بالطريقه دي. طبعا واحنا شغالين هنبقى شايفينه في ايدينا اهي، 3 خرزات ماسكين دوران مع بعض كده كده. هنشتغل على ال3 خرزات دول، هناخدهم مع بعض مرة واحدة اللي هم دول. كده احنا وصلنا لهنا، هنعمل الصف ان شاء الله ده. كده معايا ادي ال3، احنا قلنا عايزينهم يبقوا كام؟ 8. ادي ال3 بتوعنا، وهنحط عليهم ال5 عشان يبقوا 8. ادي 1 2 3 4 5، يعني هاخد 3 خرزات من تحت واحط عليهم 5 من فوق، دي في اول واحدة بالطريقة دي. بعد كده طبعا هيبقى معايا 4 لان معايا واحدة من الورقة الاولانية، يبقى محتاجة معايا 4 خرزات بس. كده كده الصف ده يعني هيبقى اول صف احنا هنبدأ نلم بيه الشغل. يبقى احنا عملنا السداسي اللي هو البداية، عملنا الخماسي على 2، عملنا الخماسي على 1، تمام، عملنا السباعي على 2، عملنا مرة خماسي على 1، ومرة خماسي على 2. طبعا المفروض واحنا بنشتغل بنراجع دايما على اللي احنا عملناه، بحيث ما تبقاش فيه غلطة موجودة ونكتشفها بعد ما نعديها بكذا دور ونضطر نفك كده كله تاني. انما لو راجعنا دور دور احنا اشتغلناه هتبقى الحكاية قريبة.
أتمنى يكون الشرح بسيط وواصل لفهم الجميع. لو في أي تعديل في أي شيء أنا تحت أمركم في أي حاجة. طبعا هنتواصل مع بعض عن طريق الجروب، جروب مفارش خرز كريستال. كده أنا وصلت لآخر واحدة. كده معايا أدي 1 2 3 4 5. تبقى آخر واحدة عايزة كام خرزية معايا؟ 3 بس. وكده الدور يبقى خلص معايا بالطريقة دي. طبعا كده هو مدينا شكل الكاس. احنا واحنا بنشتغل الحاجة واحنا بنشتغلها ممكن تدينا معانا في ايدينا كذا شكل. الفانوس ده هيديكوا اشكال كتير وانتوا بتشتغلوه فيه. كده هنبدأ الدور اللي بعده. الدور اللي بعده اللي احنا قلنا كام؟ 4 على 1 و5 على 2. زي ما طلع معانا في الدور السباعي بوز فوق، هتلاقيه طالع معانا برضو في الدور الثماني في بوز موجود فوق، وما بين الاتنين دول هنشتغل عليهم خماسي وعلى البوز رباعي. لو انا بدأت بالاتنين يبقى هحط 3. لو بدأت بالبوز بس برضو هحط 3. كده احنا لسه برضو في اللون الابيض. كده بالطريقة دي الخماسي. بعد كده هنعمل رباعي. طبعا معانا واحدة من الوردة اللي احنا موجودين فيها، ومعانا واحدة من تحت، يبقى هي محتاجة خرزتين 2 بالشكل ده. واكمل بقية الصف التاني. هتلاقيني باخد كل مرة هما خرزتين 2 بس. مرة خرزتين وباخد 2 من تحت، ومرة خرزتين وباخد واحدة بس من تحت. معلش انا عارفة انكم ممكن متكونوش شايفين ايدي كويس وانا بشتغل، ماشي، لاني مش بعرف اظبط الكاميرا اوي. كده الفتلة معايا انتهت. هحط فتلة جديدة. تمام. واكمل بقية الشغل بتاعي. طبعا بقى انتوا تقدروا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تجروا براحتكم. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. متأسفة طبعا لو انا مطولة عليكم شوية.
كده بالطريقة دي. أنا بحاول أوصل لأسهل طريقة توصل معانا كلنا، يعني كلنا بأمر الله نكون فاهمينها. طبعا لو في حد مش قادرة أوصله المعلومة يكلمني في أي وقت. حضراتكم أكيد عارفين اسم الإيميل أم آية، وعارفين الجروب. كده أنا وصلت معايا لآخر واحدة. تمام، آخر واحدة واقفة على البوز فوق، يعني معايا 3 من الجناب، يعني هي محتاجة واحدة بس. طبعا لو احنا حابين نركب فيه لمبة هنركب لمبة من أول صف خماسي، يعني أول ما نطلع بالخماسي على واحد نكونوا مركبين اللمبة. تمام، كده أنا خلصت الصف ده بالطريقة دي، خماسي على 2 رباعي على 1. كده أنا خلصنا خلاص الصف ده. هنعمل الدور اللي بعديه سداسي على 2. هنعمل الدور ده سداسي على 2. طبعا احنا لسه برضو في اللون بتاعنا الأبيض. سداسي على 2 يعني هاخد معايا 4 خرزات على خرزتين من تحت عشان يدوني الشكل السداسي، ال6 خرزات. طبعا نشد ايدينا كويس واحنا بنشتغل. بعد كده هناخد 3 خرزات بس بقية الدور، ما عدا القفلة في الآخر طبعا هي اللي بتحدد علينا بنحط كام. احنا قلنا هي الحكاية زي عملية حسابية، معايا كام وهحط عليهم كام عشان اوصل للعدد المظبوط اللي انا عايزاه. يا جماعة الفانوس ده انا جايباه الشكل بتاعه من على موقع صيني، بس طبعا ولا كان ليه عدد ولا كان ليه طريقة ولا اي حاجة. الحمد لله وبفضل الله وبنعمة ربنا عليا كنت اول واحدة في مصر كلها تعمل الفانوس ده، لان اللي عملوه بعد كده في حاجة بيني وبينهم مختلفة في تقفيل الفانوس، انما فكرته الاساسية خالص دي كنت جايباها من موقع صيني، انما تنفيذه وان انا اعمل العدد بتاعه الحمد لله ربنا وفقني فيه. كده هنفضل مكملين كل الصف سداسي على 2. كده خلاص بقى هنلاقي البطن بتاعتنا بدأت تلم معانا. كده انا خلصت الصف السداسي بالطريقة دي زي ما احنا شايفينه. هنعمل الصف اللي جاي خماسي على 2، يعني اول مرة هحط 3 خرزات وبقية الصف اتنينات بالطريقة دي. كل الصف خماسي على 2.
كده زي ما قلنا احنا خلاص ايه، بدأنا ان احنا نقفل الدايرة بتاعتنا اللي جوه البطن. كده انا وصلت لاخر واحدة. اخر واحدة فيها معايا 4 خرزات، يبقى هحط خرزاية واحدة. تمام بالطريقة دي. طبعا كده هشتغل الصف اللي بعديه اللي هو الرباعي على واحد. الرباعي على واحد ده خلاص كده احنا قفلنا البطن. هنبدأ نشتغل بقى باللون التاني. طبعا هحط اول مرة 3 خرزات، تمام. بعد كده خرزتين 2 بقية الصف بالطريقة دي. معلش لو كنت بشتغل بعيد عن الكاميرا عشان اقدر املك الشغل بس في ايديا.
كده انا وصلت لاخر واحدة. هتبقى محتاجة معايا خرزاية واحدة بس، عشان انا معايا واحدة تحت واتنين من الجناب، تبقى واحدة بس. كده بالطريقة دي. تمام. الدور اللي جاي احنا قلنا كام؟ 5×1، يعني هحط 4 خرزات ومعايا واحد من تحت. طبعا كده احنا خلاص بالنسبة لنا اللون الابيض خلاص. كل اللي احنا هنشتغله باللون الجديد او اللون التاني اللي احنا بنشتغل بيه. طبعا اول مرة حطينا 4 خرزات، بقية الصف هنحط 3 عشان معايا واحدة من الجنب واحدة من تحت. تمام. انا عايزة اوصل معاكم لحد الصف اللي جاي عشان نشوف الخماسية على 2 اللي جاية دي تتعمل ازاي. كده انا وصلت لاخر واحدة. اخر واحدة دي معايا فيها 3 خرزات، تبقى هتحتاج معايا 2 بس. عايزة بقى نركزوا مع بعض شوية عشان نشوف. احنا كنا انا الدور اللي جاي ده هعمله خماسي على 2. الطبيعي بتاعنا ان انا هعمل ايه؟ هشتغل على الاتنين دول، صح؟ اللي هو الوردة دي وادي الوردة دي، يعني هاخد اخر واحدة من دي واول واحدة من دي. ده اللي احنا متعودين بنشتغل عليه. لا، في المرة دي هنشتغل على الوردية نفسها، دي دي، يعني كل واحدة مع نفسها، مش كل واحدة مع نفسها معنى كده انها مش مرتبطة باللي قبلها، لا مرتبطة بيه، بس مرتبطة بيه من الصف اللي فوق. يعني هنا انا معايا 2، انا المفروض الدور اللي جاي هعمله ايه؟
خماسي على 2، يبقى معايا 2 من تحت اهمت اللي هم بتوع الوردة نفسها، مش اللي ما بين وما بين. يبقى هاخد 3 خرزات. تمام. وهعدي من الوردة نفسها، هنلاقيها دخلت لجوه كده. لو دخلت لجوه كده يبقى انا ماشيه مظبوط. انما لو هي برضو بالطريقه التانية هي هتخش لجوه، بس مش هتبقى نايمه بالطريقه دي. واعدي من الخرزتين اللي بعدها. تمام. وياخد خرزتين كمان، ان انا عايزاه خماسي على 2. كده انا معايا 3 وياخد 2 كده، هتبقى جوه. بالطريقه دي. واكمل بقيه الصف بتاعي خماسي على 2. تمام كده. هنبص نلاقوها زيها زي اللي تحت، نايمة فوقيها مظبوط. اخر واحدة طبعا معايا هتبقى خرزاية واحدة بس. تمام. هتبقى بالشكل ده. ثواني بس اقفل الابرة. هتبقى معايا بالشكل ده كده. طبعا مع الدور اللي جاي هتبدأ انها ترتفع معايا لفوق. الدور اللي جاي احنا قلنا هيبقى كام؟ 4 على 1 لمدة دورين 2. كده اربط الخيط بتاعي عشان اكمل بقية الصف. اول واحدة معانا طبعا هنحط 3 خرزات
وباقي الصف اتنينات بالطريقة دي، بالطريقة دي كده. بقية الصف طبعا هيبقى معايا اتنينات كده. كده احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة. قلنا لمدة قد ايه؟ الدور الرباعي دورين اتنين كده. احنا بنعمل في اول واحد طبعا عايزين نشد ايدينا كويس عشان يطلع مظبوط. اخر واحدة معايا هتبقى هي خرزية واحدة بس، عشان انا معايا 3، واحدة من تحت واتنين من الجناب. تمام كده بالطريقة دي. طبعا انا عايزة كمان دور عليها رباعي. هحط اول مرة برضو 3 وبقية الصف اتنينات. كده بالطريقة دي نكمل بقية الصف بتاعنا. رجاء منكم كل اللي اتفرج على الفيديو لو في اي حاجة مش عاجباه، في اي توضيح في اي شيء، يسيب لي تعليق، ويكون افضل طبعا لو سابه على الجروب عشان اتابعه واشوفه. عايز يسيبه على اليوتيوب مفيش مشاكل. ولو عجب الفيديو يقولوا ان هو عجبه. اخر واحدة معانا طبعا هتبقى هي خرزاية واحدة. الصف اللي جاي كام؟ طبعا في فكرة سهلة بالنسبة لنا، بحيث ان انا ما اشتغلش واطلع بقية الصفوف دي ويضايقني الخيط
وانا بشتغل عشان اعمل الايدين. هنزل على الصف اللي تحت ده اللي هو الرباعي الاولاني، وهعمل عليه صفين رباعي وهسيبهم، بعد كده ابقى اكمله في الاخر. بس ابقى حددت خلاص مكانهم. هاخد الاربعه اللي هم الاولانيين اللي تحت دول واشتغل عليهم رباعي. هاخد برضو اول مره 3، بعد كده اتنينات. طبعا كل ما تحبي تكبري شكل الفانوس او اي شغل انت بتعمليه كبري حجم الخرزايه. طبعا ممكن تكبري حجم العدد، بس لو كبرنا حجم العدد، يعني لو كبرناه من تحت بدل مثلا ما هو 10 خلينا 12 خلينا 14، محتاجين نكبر في عدد الادوار. ففي حاجات او في موديلات ما بتنفعش تكبري فيها عدد الادوار، مش هتديكي الشكل اللي انت عايزاه. فبيستحب اكتر ان انت تكبري فيها الخرزايه، مش تكبري الحجم بتاع الادوار. تمام كده انا عملت واحده اهي طالعه من الجنب. هعمل واحده كمان او اتنين كمان، هما مفروض معايا بيبقوا 3، فممكن اعملهم بحيث ان يسهل عليا انا بعد كده لما بيكمل بقيته. الابره بتضايقك وانت بتعدي بيها، او لو بتشتغلي بخيط بس برضو بيضايقك عشان تعديه من الشغل، بيبقى خلاص مكانه بقى مزنوق شويه. انما كده لسه انا قادره ادخل ايدي جوه، قادره اتحكم فيه ويريحني شويه. طبعا اللي انا بقوله لكم ده بعد تجربتي انا وانا بشتغل، فبشوف ايه الوضع اللي بيريح اكتر في الشغل وبحاول ان انا اوصله لكم ان شاء الله. كده انا عملت الصف التاني، اعمل التالت كمان بالمره واعمل الجنب التاني. كده الصف التاني اهو معايا تمام. ادي الاربعه هي اللي انا بشتغل عليهم. برضه احط 3 خرزات في الاول، اتمنى من الله اني اشوف تطبيقكم ليه عشان تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر. وان شاء الله اللي ينفذه طبعا ينشره في الجروب عشان اقدر اشوفه، والكل طبعا اللي موجودين معانا اللي ما شافوش الفيديو او اللي حابين يعملوه يقدروا ان هم ينفذوه ويعملوه. عايزين الخير يعم لينا كلنا. اللي حاليا بيتفرج مثلا عليا وعنده اي فكرة كويسة تفيد الكل ممكن ينفذها، ممكن يعمل فيديو وينشره على القناة هنا، على نفس القناة طبعا اللي عايز يشترك فيها، وكلنا ان احنا نساعد بعض. اللي عنده فكرة كويسة لتنفيذها، اللي عنده حاجة ان احنا نعملها. طبعا كده انا عملت ال3. لما اجي اشتغل طول الدراع التاني هشتغله من تحت من هنا. نخلينا مركزين مع بعض شوية، نقلبه كده اهو من تحت من هنا، واكمل بقية الطول بتاعي اللي احنا قلنا عليه. يبقى كده عملت دي 1 2 3. عايزة ارجع بقى واعمل اللي في الصف التاني او اللي في الجنب التاني عشان ابقى كده ايه ريحوني وانا بشتغل. طبعا هحاول وانا بمشي بالخيط ان برضو الخيط ما يبقاش معايا باين.
طبعا هشتغله في النص بالظبط. هعد معايا هما الخرز بتاعي ماشي، وفي النص، في النص قصاده بالظبط هشتغل الرباعية التانية، وبشتغلها مع اول صف رباعي بعد الخماسي على طول. طبعا هي حاليا معايا دلوقتي ايه، واقفه لفوق شويه، طبعا وانا بشتغل بضمها لتحت هتنزل معايا لتحت. تمام. كده عملنا اول صف، نعمله التاني كمان. اخد اول واحده 3 خرزات، تمام. بقيت الصف اتنينات، طبعا الخيط اتقطع معايا، بحاول اعالجه وانا بشتغل. احاول ان الشغل طبعا ما يطراش مني. طول ما انا شد ايدي كويس في الشغل هيديني طبعا شكل احسن، هيديني صلابه ليه، هيعيش معايا اكتر. كده انا عملت الصف التاني، اعمل التالت كمان. اللي حابب يعملهم طبعا بعد ما يخلص الفانوس كله مفيش مشكلة. انا متأسفة تاني ان انا مطولة عليكم على حضراتكم طبعا، بس اتمنى ان انتم تستفادوا منه.
ويفرحني اكتر اني لو شفت منه طبعا تطبيقات اتنفذت، ده هيساعدني جدا ويخليني ان انا احاول ان انا اعمل تاني وتاني. انما طبعا لو ما لقيتش هحس ان انا محدش استفاد منه، فمش هعمل تاني. كده همشي بالفتلة بتاعتي طبعا عشان اطلع تاني للرباعي اللي انا كنت شغالة فيه. واكمل باقي شغلي. طبعا انا كده عملت خلاص الصفين الرباعي. احنا قلنا هنعمل الصف اللي بعديه ايه؟ خماسي على حباية واحدة عشان يوسع معانا تاني ويرجع نلمه مرة تانية. يعني هحط اول مرة 4 خرزات كده. طبعا بقى شكله معانا زي ما احنا شايفينه اهوت. تمام. حط اول مرة 4 خرزات، بعد كده تلاتات، بالطريقة دي. كمل بقية الصف التاني. طبعا الدور اللي جاي هنعمله الخماسي اللي احنا عملناه قبل كده. طبعا لو حابة تطولي طول الزور ده شوية مفيش مشكلة. يا عزيزي شيلي من اخر واحدة طبعا هحط خرزتين اتنين بس عشان انا معايا 3، واحدة من تحت واتنين من الجناب. هقفل الفتلة بتاعتي عشان انا فتلتي خلصت. هتبقى معايا بالشكل ده، هترجع تفتح معايا مرة تانية.
هربط الخيط بتاعي. هقص الزيادة. تمام. الدور ده زي ما قلنا خماسي على 2، انهي 2 زي ما اشتغلناها تحت. عشان انا عايزة اوصل لشكل معين، مش ترتيب ادوار فوق بعضها وبس. طريقتك في الشغل، طريقة ازاي بتحطي الخماسي والسداسي والرباعي هي اللي بتشكل معاكي الشغل اللي انتي بتشتغليه. طبعا انا معايا 2، هحط 3. هترجع تاني تخش معايا لجوه، دخلت لجوه يبقى انا شغلي مظبوط بالطريقة دي كده. واكمل بقية الصف بتاعي. طبعا خرزتين 2 بس. تمام. كده يعتبر احنا عملنا اهم جزء في الفانوس. طبعا ان شاء الله هنزله على الجروب بالعدد. في ناس بتفتح من الموبايلات فما بتقدرش ان هي تتفرج طبعا على الفيديو، فان شاء الله ننزلوه بالعدد. طبعا وكل واحدة في حضراتكم نفذته وحد حب ان هي تساعده، يا ريت كلنا نساعد بعض. طبعا نخلي بالنا من ربطاتنا كويس عشان مفيش حاجة تفك مننا واحنا بنشتغل. الفينش بتاعنا طبعا مهم جدا. اختيار الالوان مهم جدا. كمل بقية الصف بتاعنا.
طبعا هنعمل بعد الصف اللي بعديه رباعي على واحد، واللي بعديه برضو رباعي على واحد، واللي بعديه خماسي على اتنين. وبعد ما نخلصه خالص هنيجي في القاعدة من تحت ونعمل صف سباعي على اتنين، ده اللي هو الكورنيش بتاعه من تحت. تمام. كده احنا في اخر واحدة. كده هنعمل اخر واحدة معانا، هتبقى محتاجة خرزاية واحدة بس. تمام. طبعا الصف اللي جاي لمدة صفين اتنين هنشتغلوه 4 على 1. ده نهاية الصف الخماسي على 2. طبعا شايفينهم قدامنا داخل لجوه. هاخد 3 خرزات واشتغل على واحدة من تحت، بعد كده اتنينات، بظبط ايدي طبعا، معلش لو كنت مقصرة معاكم شوية في الفيديوهات، رفع الفيديو بياخد وقت كتير، وطبعا زي ما انتم شايفين الفترة دي ان النت بطيء. تمام. طبعا 4 على 1 دي هنشتغلها لمدة دورين اتنين.
أنا مش عايزة من حضراتكم غير الدعاء بالرحمة لوالدي ووالدتي، وأتمنى منكم طبعا الدعاء عن ظهر الغيب. كده أنا خلصت الصف الأولاني، هبدأ الصف التاني برضو زي ما قلنا. أول واحدة 3 خرزات على واحدة من تحت، بقيت الصف كله اتنينات. كده بالطريقة دي هنعمل الصف اللي جاي برضو 4. كده هنعمل الصف الأخير اللي قبل الأخير اللي هو 4 على 1. ادي أول حاجة 3، بعد كده اتنينات. تمام. طبعا لما تخلصيه خالص كده وتشوفيه قدام عينيكي هيبان شكله، وان شاء الله تفرحوا بيه. كده انا خلصت الصف ده، هطلع على الصف الجديد اللي هو اخر صف في الجسم بتاع الفانوس. بس طبعا لسه فاضل لنا الايد والصف اللي هو تحت اللي هو السباعي على 2. تمام كده. هاخد 3 خرزات عشان انا هاخد 2 من تحت واضمهم مع بعض، وبقية الصف هاخد طبعا 2. تمام. هيبدأ يقفل معانا كده دوران من فوق.
كده انا في اخر واحدة معايا 4، هحط خرزية واحدة واطلع فوق اعمل الايد بتاعتها، العليقة بتاعت الفانوس. ممكن اعملها بلون الجسم من جوه اللي هو الابيض، ممكن اعملها بلون الجسم اللي هو بره، اعملها خرزايه وخرزايه. طبعا زي ما قلنا دي حاجه ايه، ذوقيه بتاعتك انتي. مكونه من 10 خرزات، احط واحده بيضه، بيضه 7 8 ادي 9 ادي 10 خرزات. طبعا ممكن نخليهم 11 عشان تبقى ايه بدايته زي لون نهايته. طبعا الباقي منه ان شاء الله تقدروا تكملوه. تمام كده انا خلصت جسم الفانوس بتاعي بالطريقه دي. طبعا فاضل من هنا الجناب، هشتغل على الأربعة اللي هم من هنا. هنعمل كام واحدة؟ هننزل 10 خرزات، 10 صفوف، 10 وردات حسب الطريقة اللي انتي تقدري تستوعبي بيها. وبعد كده هخش لجوه من هنا 3 زي الدور بالظبط، بس الرابعة بتاعتهم بقى هشبكها في الخماسية دي اللي هي الخماسية اللي تحت دي. هينزل معانا كده واشبكه كده من هنا زي النظام ده كده. اديني عملت ال3 هما اللي احنا عملناهم فوق، واديني عملت ال10 صفوف ودخلت 3، وادي الرابعة شبكتها تحت. هشتغل على 3 وحدات بس، انما الرابعة الداخلية من جوه مش مشكلة. ونفس الحكاية في الدراع التاني. وطبعا القاعدة من تحت زي ما احنا شايفينها اهي 7/2، يعني هاخد خرزتين من تحت واحط عليهم اول مرة 5، بعد كده 4 لحد النهاية بتاعتي. واتمنى من الله ان هو يكون عجبكم، ولو في اي استفسار او في اي حاجة طبعا نقدروا نراسلوا بعض ونتابع بعض على جروب مفارش خرز كريستال. كانت معاكم بإذن الله أم آية.